زي الفل على بتوع الكوره. وماتش الريال وليفربول اللي انتهى بصعود الريال للمره ال700 تاني يا هايف يا تافه تاني. اللي متابع ليفربول هيعرف ان قوتهم بتظهر دايما في اول الماتش مع ضغطهم العالي ولسه المجهود البدني بتاعهم زي ما هو، وده حصل في ماتش الذهاب في اول 20 دقيقه لما تقدموا 2-0. انشيلوتي بقى صايع قوي، يحاول يقتل اللعب في الفتره دي عشان كذا نقطه. اول حاجه عشان يقتل الفوران والضغط العالي بتاع ليفربول وحماستهم ان هم يعملوا ريمونتادا والكلام ده. تاني حاجه عشان يستنفذ القوه البدنيه بتاعتهم من اول الماتش ويقدر بعد كده في النص التاني يعمل اللي هو عايزه ويخلص الماتش زي ما هو عايز. تالت حاجه عشان يهمدهم ولو في خيالهم اي فكره الريمونتادا تروح كل ما الوقت بيضيع من الماتش. رابع حاجه انك بتريح لعيبتك وبتكسب على الهادي. نيجي بقى لليفربول اللي انا شايفه ابتدى غلط في غلط بتطبيق فكره ان هو يضغط عالي على لعيبه بكواليتي عالي زي ريال مدريد. الفكره دي صعبه جدا ان انت تطبقها قصاد ريال مدريد بالذات، لان كواليتي اللعيبه عالي جدا وكواليتي الباص عندهم عالي جدا جدا، فكده كده هيخرجوا بالكوره. حاجه كمان وهي تركيبه اللعيبه اللي في الهجوم اللي تحس ان هو كان بيلعب بلاي ستيشن شويه ومتاثر ومنزل لعيبه كتير قوي في الهجوم، جاكبو ونونيز وجوتا وصلاح، مش عارف تحس ان اللعيبه كلها مهاجمين اساسا ومين بيلعب فين ما تعرفش. النقطه الثانيه وهي كانت في الدفاع، ان هو كان بيلعب بخط دفاع متقدم وعايز يوقع لعيبه ريال مدريد في الاوفسايد. بصراحه الفكره نجحت في الماتش كنتيجه، لكن هل لو كان ريال مدريد عايز يقرص وعايز يجيب اجوان كانت هتنجح؟ انا بشوف عشان تلعب خط دفاع متقدم كده محتاج حاجتين مهمين جدا. الحاجه الاولى ان يكون خط دفاعك كامل الكواليتي بتاعه عالي جدا وفي انسجام وفاهمين مع بعض، وده بعيد كل البعد عن ليفربول خصوصا السنه دي. الحاجه الثانيه ان المنافس ما يكونش في يومه، او بمعنى اصح ان الحظ يكون معاك. لو حد فاكر ماتش الارجنتين والسعوديه كانوا بيلعبوا بخط دفاع متقدم على الارجنتين، والارجنتين راح في كور كتير جدا وكانت بتفرق على ملي. لو كانت في كوره الحظ مش معاك كان زمان السكور بقى كبير. كمان فكره ان انا اسيب فينيسيوس وبنزيما لوحدهم في نص ملعب 2 على 2 دي بالنسبه لي انتحار، وزي ما شفنا النهارده طبعا فينيسيوس فتش ارنولد. تالت نقطه بقى وهي نقطه كارثيه بالنسبه لي وهي نص ملعب ليفربول. تخيل بتلعب توني كروز ومودريتش بفابينيو وميلنر، اللي هو لو نقيت اي اتنين في العالم يلعبوا هيكون احسن من الثنائيه دي. انت اساسا سلمت نص الملعب من قبل ما يبتدي الماتش يتحكم فيه براحته، ولا هتقدر تتغلب عليهم ولا فني ولا بدني. ولاحظنا في اول نص ساعه ان الريال كان عايش حياته خالص في الحته دي عشان كان فيها صحراء تقريبا، فكانت اللعيبه كلها مقضيها شوط. نقطه كمان من نقاط قوه ليفربول هي الركنيات. اتفاجئت بفكره بيعملوها في الشوط الاول مش لاقي لها معنى وكانت فاشله فشل ذريع. كنت بتلاقي الكرة تقريبا بتعدي العالم كله، بتفكرني بعرضيات احمد فتحي. وندخل في الشوط الثاني اللي حصل زي ما انشيلوتي كان عايز بالظبط، والماتش قلب ودي وليفربول استسلم تماما. وبصراحه مش عايز اشيل كلوب الماتش لوحده لان ده كواليتي اللعيبه اللي معاه. يعني لما اكلمك ان فابينيو وميلنر هم نص الملعب ولما يجي يبدل ينزل تشامبرلين، يبقى اكيد الكواليتي ده ما ينفعش ان هو يكسب ريال مدريد تماما. اخر نقطه زعلتني ان الماتش كله هي ضحك صلاح طول الماتش اللي كان باين جدا والكل اتكلم عليها. اول مره السنه اشوف صلاح وهو بيخرج من بطوله وخصوصا دوري الابطال يكون بيضحك كده، حتى لو رايح ريال مدريد. دي مش عقليتك ولا شخصيتك. وسؤال الحلقه، الكل شايف فينيسيوس وهو سايق الملعب وبيعدي من اي حد وبيعمل كل حاجه في الكوره، وانا مش شايف ان في حد في العالم يقدر يوقفه. ليه مش واخد ربع الضجه اللي واخدها مبابي مع انه بيلعب في ريال مدريد اكبر واهم نادي في العالم؟ قولوا لي شايفين مين اقوى في الكومنتات، مبابي ولا فينيسيوس؟ ولو الحلقه عجبتكم ما تنسوش تعملوا لي لايك وسبسكرايب وشير، واشوفكم الماتش الجاي على خير.